ارتفاع 4 درجات في حرارة الأرض كافية عشان نقول وداعا لمدن بأكملها زي اسكندرية في مصر وشنغهاي في الصين، كلهم هيكونوا تحت المية. وكل ما فشلنا في التصرف سريعا كل ما الأمر ازداد سوء، والثمن اللي هندفعه بعد وقوع الكارثة هيكون أكبر. We say goodbye to whole cities. Miami, Alexandria, Shanghai, all lost beneath the waves. الكلام ده قاله بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا سابقا قبل مؤتمر المناخ، واستكمل جونسون كلامه وقال إن ارتفاع درجة حرارة الأرض 4 درجات هيأثر على البحر المتوسط. معنى كلامه إن مش اسكندرية بس اللي متوقع إنها تختفي، ده كده كل الأراضي المطلة على البحر المتوسط من المتوقع إنها تكون تحت المية في حلول عام 2100، مع العلم إن الزيادة بتكون في درجة الحرارة نص أو درجة، ما بالكم بقى لو زادت ل4 درجات. مدن زي دمياط وبورسعيد ورشيد كل دي مدن من المتوقع اختفائها. تغير في لون البحر وتشققات وهبوط وانهيار لشواطئ سيدي بشر في اسكندرية، هل هي فعلا أمواج عادية أم مؤشرات لتسونامي؟ وإيه علاقة اسكندرية بزلزال تركيا وسوريا؟ وماذا عن مستقبل مدينة الإسكندرية؟ لو جينا بصينا حضرتك هتلاقي حواجز امواج موجوده في البحر عشان تحجز الموج. اللي حصل حواجز الامواج دي كان المفروض لها ارتفاع، لكن نتيجه حركه الامواج سحبت الرمله اللي تحتيها فالحواجز نزلت في الميه تحت. تمام؟ فدلوقتي بقى الميه كانه منسوبها اكبر من الحاجز. السؤال هنا، هل الزلازل في عدة دول ده تحذير بحدوث تسونامي يهدد الإسكندرية ويكون اختفائها هو النتيجة؟ وإيه هنعمل كدولة للحفاظ على عروس البحر المتوسط؟